السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم جدا وسألته كتير، والنهاردة أنا هجاوب عليه. سألت كتير. بما إننا داخلين على فصل الشتاء والجو بقى بدأ يبقى برد وسقع وكده، فسألت من كام واحد بيقولوا لي هم ليه المصريين القدماء كانوا دايما ظاهرين في تماثيلهم من غير ملابس أو من غير هدوم خالص. هم إيه كانوا حياتهم كده؟ طبعا مش منطقي ان هم كانوا حياتهم كده، ناس بالرقي والتحضر واصحاب حضارة عريقة. مستحيل يبقوا بالوضع ده. فلا يا سيدي، انا اطمنك واصحح لحضرتك معلوماتك. هم كانوا عندهم ملابس شتوية، وكمان كان عندهم ملابس صيفية زي ما بنعمل احنا بالظبط. في الشتاء بنلبس تقيل وفي الصيف بنلبس لبس خفيف. طب امال ايه يا ابو الدهب حكايه ان هم كل تماثيل بتاعتهم بدون ملابس؟ بكل بساطه يا سيدي. اولا هم كانوا بيلبسوا ملابس شتوي، بدليل اللوحه اللي ورايا دي. ده منظر من مقبره الكاهن امون ام اينت في الاقصر. دول مجموعه من النائحات، وحضراتكم طبعا لا يخفى عليكم عارفين النائحات، ولابسين ملابس شتوية ولابسين كمان شيلان عشان البرد بتاع الشتاء. والنائحة دي في مصر القديمة كانت معروفة من الست اللي بتيجي في الموت أو في الميت تولول عليه وتعمل جو كده في الميتم، وكانوا غالبا بيتأجروا يعني. تمام، ده كان الوضع، ده كان لغاية قريب كده في القاهرة يعني وكده. المهم، بالنسبة للموضوع إن تماثيلهم كلها عارية من غير ملابس، يعني منحوتة من غير ملابس. ده بكل بساطة إن الناس دي كانت معتقدة في الحياة الأبدية، إن هي الحياة اللي بعد الموت، ولذلك كان بيحط كل ثرواته وكل ممتلكاته معاه في المقبرة، عشان لما يرجع للحياة التانية واللي هي الأبدية بيكون معاه كل ممتلكاته وكل حاجته. فكان بيعمل التمثال بتاعه عاري، علشان الروح لما كانت تيجي ترجع للجسد اللي هي اتكلمنا عنها قبل كده، القلبة لما بتيجي ترجع للجسد فما يكونش في أي معوقات أو أي حاجة خافية الجسد، عشان يسهل عملية التعرف من الروح على جسد صاحبها. دي بكل بساطة ليه كانوا بيعملوا التماثيل عارية. مصر حضارة عريقة، مصر حضارة عظيمة، مصر أعظم الحضارات على مر العصور، والحضارات اللي ما زالت مستمرة على مر العصور إلى يومنا هذا كأنها ولدت اليوم. دمتم ودامت مصر بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.